السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أصدقاؤنا المشاهدين من كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الشيق يحكى أن، ومع حكاية جديدة ومشوقة بها الكثير والكثير من الدروس والعبر. عنوان هذه الحكاية هو فضل الإيثار، حيث تقول الحكاية أنه كان هنالك 3 أصدقاء، وهم أحمد ومحمود وسلمان. كانوا يعيشون في قرية جميلة تحيط بها الأشجار من كل الجوانب، وكان جميع سكان هذه القرية طيبين ويحبون بعضهم البعض. ويتمنون الخير لبعضهم. وفي يوم من الأيام ومع اقتراب العيد طلبت زوجة أحمد منه بعض الطلبات، وقالت له: لا تنسى يا زوجي العزيز، لقد اقترب العيد وليس لدينا ملابس جديدة، فيجب أن نشتري لنا ولأولادنا. رد عليها أحمد وقد امتلأ قلبه بالحزن والحسرة: للأسف يا زوجتي العزيزة، لا أستطيع، فليس لدينا مال لنشتري لنا ولأولادنا ملابس جديدة. فقالت له: ألا تستطيع أن تقترض؟ نظر أحمد لزوجته وهو يفكر، ثم قال: حسنا، يمكنني أن أقترض بعض المال من صديقي سلمان. وفعلا ذهب أحمد إلى صديقه سلمان وحكى له ما حصل، ثم أخبره بحوجته إلى المال، وقرر أن يقترض منه بعض الأموال. رحب سلمان بذلك، بل وكان سعيد جدا، وفعلا ذهب إلى غرفته وجاء بالأموال. أحضر معه 1000 درهم. أخذ أحمد الكيس وهو فرحان، فسوف يدخل الفرح إلى زوجته وأولاده. ثم قام بشكر صديقه سلمان على صنيعه وإحسانه. وفي الطريق قابل صديقه محمود. قال له: كيف حالك يا محمود؟ هل أنت بخير؟ قال له محمود وبالرغم من الحزن الذي باد على وجهه: أنا بخير والحمد لله. رد عليه: ولكن تبدو مهموما وحزينا. وأضاف: هل هنالك شيء ما؟ أجاب محمود: نعم يا صديقي، أنا في مشكلة، وهذه المشكلة حتى تحل أحتاج إلى بعض الأموال. فأخرج أحمد كيس النقود من جيبه، وهو نفس الكيس الذي أخذه من صديقه سلمان. أعطى أحمد الكيس لصديقه محمود، وقال له: خذ يا صديقي هذه الأموال، هيا قم بحل مشكلتك، فأنا لا أريد أن أراك حزينا أبدا. شكر محمود صديقه أحمد على ما قام به. وعاد أحمد وزوجته بانتظاره، وأول ما دخل البيت سلمت عليه، ثم قالت له: هل توفقت في النقود؟ لكن أحمد قام وقال لها كل ما حدث له. فابتسمت زوجته وقالت: الحمد لله. ثم قالت له: بارك الله فيك يا زوجي العزيز، أنا سعيدة لأنك فرجت عن أخيك المسلم. وبعد ساعات سمع أحمد صوت الباب، وعندما فتح الباب وجده صديقه سلمان، وكان الأصدقاء ال3 يزورون بعضهم البعض، فكان لا ينقضي يوم حتى يزور أحدهم الآخر. دخل سلمان إلى البيت، وبدأ الصديقان في الحديث والنقاش، وعندها عرف سلمان أن أحمد أعطى المال لمحمود، فضحك سلمان ضحكا شديدا. فتعجب أحمد من ذلك وقال له: ما بك؟ لماذا تضحك يا سلمان؟ رد عليه سلمان: هل تعرف كيس النقود؟ لقد كنت في أزمة شديدة، وكنت في حاجة إلى نقود، فطلبتها من صديقي محمود الذي أعطاني هذا الكيس من النقود، وعندما جئت إلي يا أحمد فضلتك على نفسي رغم حوجتي، وقلت في نفسي: أحمد سيحتاجها أكثر مني. وأنت عندما وجدت صديقنا محمود وعلمت حوجته للمال فضلتها على نفسك وأعطيته كيس النقود. أصدقاؤنا المشاهدين، سنواصل في حكايتنا مع أحداثها الشيقة وروح الإخوة بين الأصدقاء، لكن بعد هذا الفاصل القصير. فلا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم مجددا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل القصير وبرنامجكم الجميل يحكى أن، مع هذه الحكاية الجميلة والتي بعنوان فضل الإيثار، حيث تجسد الحكاية أفضل أنواع الإيثار. توقفنا قبل الفاصل في نقاش بين أحمد وسلمان،
فواصل سلمان حكايته وقال لأحمد: بعد أن أعطيت النقود لمحمود، قام محمود بإيصالها لي، وظن أني بحاجة إلى مزيد من المال، وأضاف: هيا بنا يا أحمد، بل نذهب إلى محمود ولنقسم هذا المال بيننا. عسى الله أن يبارك لنا في هذا المال. وفعلا ذهب الصديقان إلى صديقهما محمود، وقرر اقتسام هذا المال بينهما بالتساوي. لم يمض وقت طويل حتى سمع حاكم القرية وعلم بقصة هؤلاء الأصدقاء الثلاثة، أحمد ومحمود وسلمان. فقال الحاكم لحارسه: اذهب وأحضر هؤلاء الثلاثة. وفعلا ذهب الحارس ووجد الأصدقاء الثلاثة، وقال لهم: إن الحاكم يريدكم. خاف الثلاثة من ذلك الأمر، وقالوا: نحن لم نفعل شيء. ماذا يريد الحاكم منا؟ رد عليه: لا أعلم، ولكنه يريدكم الآن حالا. فذهب الأصدقاء الثلاثة إلى الحاكم، والذي أمر بإدخالهم فورا. كان الأصدقاء الثلاثة في خوف شديد، ويتساءلون فيما بينهم: ترى ماذا فعلنا؟ ما الذي أخطأنا فيه؟ يا ترى هل هناك مشكلة ما؟ لكن بعد لحظات كان الثلاثة أمام الحاكم، الذي قابلهم بابتسامة عريضة وسلم عليهم وشكرهم. والثلاثة في حالة من الذهول. فقال الحاكم: لقد علمت بما فعلتم، وسعدت جدا بذلك، وفرحت مثل ما فرح أهل القرية، وقد انتشر خبركم بين القرى الأخرى، وأصبحت القرية مشهورة بسببكم، حتى إن اسم القرية تغير إلى قرية الإيثار. كل هذا بسبب الإيثار الذي كان بينكم. لذلك سأقدم لكل واحد منكم مكافأة، وقدرها 10,000 درهم، جزاء على ما فعلتموه. ولن أنسى زوجة أحمد، سأعطيها هدية خاصة، لأنها لم تشعر بالحزن عندما أعطى المال لصديقه محمود. فرح الأصدقاء الثلاثة بهذه المكافأة، كما فرحت زوجة أحمد أيضا، وعلموا بأن هذا هو فضل الإيثار، بالإضافة إلى محبة الناس لفعل الخير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انتهت الحكاية يا أصدقاء، لكن خرجنا بالكثير من الدروس والعبر، لكن أهمها هو الحب في الله. فالحب في الله هو أهم وأعظم النعم، لذا على كل مسلم أن يحب أخيه، وأن يتعاون معه على البر والتقوى، كما أن على المسلم إدخال السرور في قلب أخيه. فإدخال الفرح والسرور من صفات المسلمين، وهذه الصفات تقوي روابط الأخوة الإسلامية. وأيضا لا بد لكل مسلم أن يتعلم الإيثار، فالإيثار فضله عظيم، وآثاره كبيرة في الدنيا والآخرة. وشاهدنا كيف أن الحاكم كافأ الأصدقاء الثلاثة، فالمسلم يجد الأثر في الدنيا، بالإضافة إلى ما سيناله من الأجر والثواب في الآخرة. فالإيثار هو أن تعطي ما في يدك لأخيك المسلم، مع أنك في أمس الحاجة إليه. تأكيد للآية الكريمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومعناها أنهم يجزلون العطاء ولو كان بهم فقر وحاجة، وذلك أعظم أنواع العطاء. كانت هذه مجموعة من الدروس والعبر. حسناً يا أصدقاء، وماذا عنكم؟ أخبرونا بالذي استفدتموه من الحكاية، لا تنسوا راسلونا عبر رقم الهاتف الظاهر على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. هذا صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.